مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض التومية بطريقة سهلة وجميلة وسريعة في نفس الوقت ونضيفة في نفس الوقت. جبت حلة، ضفت فيها 1.25 كوباية من المية، مية فترة من الحنفية، وعليهم 1/4 كوباية من النشا زي ما انتوا شايفين كده، وهقلبهم كويس قبل ما اولع النار. بعد كده اول ما قلبتهم كويس ولعت عليهم النار واديتهم رشة ملح بسيطة. تابعوا الفيديو يا جماعة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ودعموني بلايك لو الفيديو عجبكم. تمام، طريقة سهلة وبسيطة. صلوا على رسول الله يا جماعة، اذكروا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين يا جماعة القوام كله ماله بيتقل معايا وبيمسك مع بعضه على نار هادية. يا جماعة خلوا الخليط على نار هادية، ما تعلوش النار عشان ما يتحرقش منك، وخلي ايدك على طول فيه قلبي. هو الموضوع مش هياخد معاكي 10 دقايق بالظبط، مش هياخد معاكي وقت خالص ولا تعب ولا مجهود، وهتطلعي بإذن الله بنتيجة ممتازة، وهتوفري على نفسك كتير انك تروحي المطعم وتشتريها. فدي بإذن الله بإذن الله حاجة نظيفة وحاجة عاملاها انت على ايدك لولادك، هتعجبهم. تمام، كل ما الخليط بيمسك معايا اكتر، اهم حاجة تقلبي فيه كويس عشان ما يتكتلش. شايفين حطينا ايه؟ احنا حطينا 1.25 كوباية من المية وعليهم 1/4 كوباية من النشا ورشة ملح، قلبناهم كويس. بعد كده رفعناهم على نار هادية زي ما انتوا شايفين كده، تقليبة في التانية في التالتة، هتطلعي بنتيجة ممتازة. تمام، نتيجة ممتازة. ادي بعد ما نزلته من على النار ضفت عليه 1/4 كوباية من المية وعليه معلقتين مليانين من الزبادي. الزبادي ده انا عاملاه في البيت يا جماعة، زبادي بيتي، وعليهم معلقتين كبار من الخل زي ما انتوا شايفين، وربع كوباية من الزيت بس هننزل بيها في الاخر. تمام يا جماعة، حطيت نقطة وبعد كده هننزل بالباقي في الاخر، وعليهم 3 فصوص من التوم المهروسين او مفرومين. هقلبهم كويس، بعد كده هحطهم في الخلاط يا جماعة. صلوا على رسول الله يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي بيتابعني لأول مرة يدعمني بلايك ويشترك في القناة. ادي الخليط بعد ما ضربته في الخلاط وجبت 1/4 كوباية من الزيت ضفت عليها الخليط وضربتها، كملت ضرب زي ما انتوا شايفين كده. ادي القوام تقيل جدا، ولا تقوليلي مطاعم ولا تقوليلي اي حاجة، دي حاجة انت خدماها في بيتك وعاملاها بايدك، تطلع معاكي مظبوطة وتطلع معاكي حاجة جميلة جدا، والطعم شهي جدا وجميل يا جماعة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تابعوني على قناتي وصفة مفلفلة للحلو والحادق. مع السلامة.